سلام البنات. قصتنا اليوم هي للعبرة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا القصة ديالي بغيت نشرح لكم الظروف اللي كنت عايشة فيها، ومن بعد نحكي لكم القصة اللي بغيتكم تاخذوها عبرة، وما تثقوش البنات ولو ما نعرف شكون يكون. المهم انا سميتي منال، عشت في واحد الاسرة متواضعة. الاب ديالي كان موظف في التعليم، والام ديالي كانت خدامة في بنكة، وحنا تقريبا كبرنا في الدار ديال خالتنا. علاش؟ لان الام ديالي والاب ديالي ديما كانوا مشغولين في الخدمه، وخالتي كانت ما بعيداش علينا في السكن. ملي كنا صغار كنقراو مع ولاد خالتي، كتجيبنا كاملين من المدرسه وكتخلينا معاها في دارها، حتى كتجي الام ديالي من الخدمه كتهزنا وكدينا لدارنا. من صغري وانا كنتمنى نعيش الحياه اللي عايشاها خالتي. وليداتها كانوا عايشين بخير، راجلها كان لاباس عليه، ما كان خصهم حتى شي خير، وحنا والدينا موظفين على قد حال. كانوا كيتقاتلوا بجوجهم باش كيوصلوا لشي حاجه باغينها. غير ملي كانوا بغاو ياخذوا البارطما تقاتلوا بزاف، وحتى ملي بغاو ياخذوا الطوموبيل تقاتلوا ديال بصح، تعذبوا باش يوصلوا لهذا الشيء. وحتى قرايتنا البنات كانوا كيتعذبوا باش كيقريونا. خالتي كانت زوجة صغيره، خدات راجل كبر منها في العمر. كان مراته توفات ليه وتزوج بخالتي، ولكن مراته الاولى ما كانش عنده معها وليدات. كانوا مساكنين راه تزوجوا، وكان جاها واحد المرض اللي هو الله ينجينا وينجيكم، مرض السرطان، مسكينه وتوفات، ما ولدات معاه ما والو. المهم خالتي ولدات معاه 4 الوليدات، تبارك الله. كان معيشها في الخير والخمير، معيشها بحال شي اميره. كان كيعجبني ديك الجو اللي عايشه فيه خالتي، كنت كنشوفها مرتاحه ماديا ومعنويا. كان ولاد خالتي كيلقاو ماماهم ديما في الدار كتسناهم، وتجمعهم على طبله ويتغداو كاملين مجموعين. حنا وليدة ما كناش كنشوفوهم نهار كامل، حتى ملي كانت كتجي ماما للدار كانت كتكون معصبه بزاف، وغير كتغوت وعطيها غير الغوات اما بنات خالتي كانت عندهم خدامه كتوجد لهم كل شيء. البيوت ديالهم ديما نقيين، الدار ديما كتشعل، غداهم طايب، فرحانين. كتبقى ماماهم غير جالسه، كانت الخدامه كتقاد ليها كل شيء. انا كنت كنشوف حياتهم زوينه بزاف وما فيهاش مشاكل. اما حياتنا حنا كانت عامره مشاكل. والديا كانوا عايشين ديما معصبين، وديما مضغوطين، وديما الغوات، وديما الفلوس ما كافياهمش. اللي طلبناها منهم مثلا شي حاجه كيبقاو يغوتوا وكيقولوا لنا، كيقولوا لنا نتوما كتشوفوا ديما غير الفوق وما كتشوفوش المستوى ديالكم، راه حنا المستوى ديالنا على قد الحال، وديما كتشوفوا فوق من جهدنا، وانتم غير يلا حنا مكافين لكم، غير الحمد لله راه حنا مكافين لكم غير مع قرايتكم. وهذا الشيء اوليداتي راه كيتطلب مجهود كبير. الا ما في خباركمش هذا الشيء راه ماشي ساهل. وحتى هما مساكن كان عندهم بزاف ديال الديون كيخلصوهم كل شهر. حنا كنا بينا تقريبا 3 ديال البنات، يعني ما كاينينش حتى ما عندهم حتى الولاد بزاف، ولكن كانوا مساكن مغلوبين ديما مقاتلين مع الوقت باش نعيشوا، ولكن ما عايشينش المستوى اللي عايشه فيه خالتي. كانوا بناتها عايشين زوين، وكانوا عندها صراحه حتى ولادها. انا عارفه باللي راجل خالتي لاباس عليه، ولكن واخا هكا عقل الصغر. حنا ما كناش كنشوفوا راه الام والاب ديالنا كيتقاتلوا، المهم خاصنا نعيشوا بحالهم وصافي. ملي كنا كنمشيو للمدرسه كنا كنكونوا راه حنا هانين، اما غير كنجيو للدار ماما كتبقى غير كتغوت، يلا 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 كل وحده فيكم دير حاجه. لانكم كتعرفوا الانسان من المره اللي كتكون موظفه خاصها تنوض في الصباح تلقى الدار ديالها مقاده، قبل ما تمشي للخدمه تخلي دارها مقاده باش يسهل عليها الشخه ملي كترجع. كانت صراحه مسكينه دايره جهدها وضاربه تماره معانا والله، ولكن كانت كتكرفس علينا بزاف. اي حاجه كنا كنديروها بالنوبه، شغالات الدار كل وحده اشنو خصها دير، حتى الحفاظه كنا كنحفظوا بالزربه باش غير نوضوا نعاونوها في الدار ونجمعوها كاملين. كل وحده فينا اشنو كانت كديرها، اللي كتسيقها، اللي كتغسل الماعن، المهم خصنا نقادوا الدار بالزربه.
كنا كنبغيو غير شي نهار يجيو ونتجمعوا ونجلسوا ونضحكوا شويه ولا ندويو ونجلسوا نتفرجوا في شي فيلم وحنا مجموعين وكناكلوا الزريعه وحاسين بداك الدفء والجو العائلي. صراحه والو ما كان. كنا اغلبيه الوقت كندوزوه عند خالتي، حتى في الوقيته ديال الغدا كنتغداو معاها وكنرجعوا للقرايه. ما كنشوفوا ماما حتى الليل، يعني حتى العشيه، بحكم الخدمه ديالها كانت كتبقى فيها النهار كامل. راجل خالتي ما عندوش مشكل نكونوا معاهم ولا نجلسوا عندهم ولا عنده، عادي كيعاملنا مزيان. وكان كيحمق على خالتي، كانت زوينه ومهليه في راسها، ما كيقدرش يخسر ليها والو، اللي حلات عليها فما كيجيبها ليها. كان معيشها في الفشوش. ملي كنرجعوا لدارنا كنشوفوا حياه اخرى، غير الغوات الغوات، وكيبقاو يتحاسبوا بزاف. انت خصك تخلص هادي، لا انت خلصي هادي، لا انت اللي غتخلص هادي. ديما هما مضاربين على اي حاجه. مهم كانوا صراحه مضغوطين بزاف، كنا كنلاحظوا ان حتى ماما وبابا ما كانوش مفاهمين، وما كانوش بيناتهم واحد الحب ماشي بحال خالتي. كنت كنقولها حتى لماما، كنقول لها علاش انتي ماشي بحال خالتي؟ خالتي عايشه مرتاحه وزواجها هي وراجلها زواجهم ناجح. صراحه كنت انا الكبيره عند ماما، اما خالتي كان البكر ديالها كان عندها ولد وهو كان كبر مني، لان خالتي واخا كانت هي صغر من ماما كانت زوجات قبل منها. ماما كانت في الاول خدمات وكبرات شويه عاد زوجات، ديكشي علاش خالتي والده قبل من ماما. المهم ولد خالتي الكبير كان كيشبه بزاف لباباه في كل شيء، في وجهه، في المشيه ديالو، في تصرفاته، في كل شيء. يعني باباه محطوط من صوف، محطوط من صوت. وانا كان كيعجبني بزاف، يعني كان بحكم ما كان كيعجبني باه، مني شفت ولده بحاله تعلقت به وليت معجبه به وبتصرفاته. وكان هو كيشبه لبابا لواحد الدرجه بزاف. تماك انا فين حطيته في راسي، وليت كنقول مادام كيشبه لبابا في كل شيء راه اكيد غادي يكون بحاله. وهنا وليت معجبه به اكثر واكثر، حتى وليت كنبغيه. مع الوقت لقيته حتى هو كيبادلني نفس الاعجاب ديالي، ولينا كنبغيو بعضياتنا وتواعدنا بالزواج. كانت بيناتنا علاقه بريئه دامت 4 سنين، وحنا عندنا علاقه مع بعضياتنا. ولكن هاد العلاقه راه كانت في السر. واخا انا كنت كيبان لي ان خالتي كانت عايقه بينا، غير كدير راسها ما عارفاش. اصلا انا كنت عزيزه عليها، وهي ديما كتقول ماما انا ما كرهش ولدي يتزوج من العائله. الام ديالي ما كانش عارفه، لو كانت عارفه ما غاديش يعجبها الحال وغادي تحبسني، غتقول لي ما تبقيش تمشي لعند خالتك. بقيت مخبيه العلاقه ديالي مع ولد خالتي حتى تخرج وخدم. من بعد ما خدم ولد خالتي بدينا انا وياه يعني كنخطوا لزواجنا. ديك الساعه انا يلاه كنت خديت الباك ديالي، واتفقنا باش نعلنوا الخطوبه ديالنا ويجيب خالتي تخطب لي من عند ماما. فعلا جاو خطبوني، ووالديا قبلوا وكانوا فرحانين، وحتى باباه كان فرحان بزاف. ولكن من بعد الخطوبه ديالنا ولد خالتي جاتو خدمه انه غادي يخدم في برا. بصراحه انا ما عجبنيش الحال، كنت معلقه به بزاف وكنبغيه، ما قدرتش نصبر على البعد ديالو. صراحه هو حتى هو كان كيبغيني وكيبادلني نفس الشعور، ولكن ما قبلتش انه يمشي لبرا. ماشي كنت كنقول انه غادي يمشي ويخليني وغادي ينساني ولا غادي يبدلني، لا انا كنت واثقه منه وثايقه فيه. ولكن راه كان غادي يمشي وغادي يجلس 3 سنين. 3 سنين بزاف بزاف باش غادي انا نبقى بوحدي. وبقيت كنقول ما يمكنش انا غادي نبقى انا معكسه ليه، وكنقول ليه لا ما تمشيش وبقى معايا. غادي يقول هذه غير شي برهوشه ما بغاش ليا مصلحتي. مع ان خالتي كانت كتقول لي شوفي خليه يمشي، راه 3 سنين بزاف غادي يدوز، وراه فيها مصلحته ومصلحته راه من مصلحتك. انا اصلا راه ما غاديش نخلي زعما ولدي غادي يمشي تما ولا غادي يعيش برا. ولدي راه خصو يرجع هنا للمغرب. انا ما عنديش ديك فكره ان ولادي يبعدوا مني ويعيشوا برا خارج المغرب. ولادي خصهم يتزوجوا حدايا ويولدوا وليداتهم حدايا. واصلا انا ولادي ما مخصوصيش باش غادي يمشيو يتغربوا على بلادهم. باباهم الحمد لله ما خصهم حتى شي خير، باباهم ميسور، خصهم يجيو يخدموا يقراو واخا يخدموا برا واخا، ولكن يعني يدوزوا مثلا شي فورماسيون شي ستاج ولا هذا ولا شي خدمه برا، ولكن ما يستقروش تماك. خاص ولادي يرجعوا يعيشوا هنا حدايا.
لان بصراحه هما ما خصهم حتى شي خير. مهم صافي انا حشمت، قلت خليه يمشي، شجعته باش يمشي وفعلا مشى. وجلس مده طويله حتى جات واحد العطله ديالو، عاد باش جا باش يشوفنا. قبل ما يجي كان قال لي في التليفون شوفي انا راه غير غادي نجي، غادي نبقاو نخرجوا يوميا، غادي نخرجوا من الصباح حتى الليل، وديري حسابك راه مني غادي نجي غادي تجلسي معنا في الدار. ولكن فاش جا ولد خالتي بابا ما خلانيش نمشي نجلس معاه في دارهم، قال لي لا راه عيب، نتوما يلاه مخطوبين وما دايرينش حتى يعني ضريب الصداق وغادي تمشي تجلسي معاهم، هذه راها ما جاتش بنتي. بغيتي تخرجي انت وياه خرجي، انا ماشي ما تايقش فيك، خرجي وخذي راحتك، ولكن بنتي ارجعي لداركم. قلت لي صافي يا بابا كلامك هو الكبير. المهم كنا كنخرجوا بزاف يوميا، كنخرج انا وياه يوميا، يعني كان كيقضي معايا الوقت اكثر ما كيدوز الوقت مع ماما هي خالتي. واحد النهار وهي خالتي تقلقات عليه وهي تقول لي واش فتك من نهار اللي جيتي وليدي ما جلستي معايا ما والو، نهار كامل وانت مقابل غير خطيبتك، ما جلستيش معنا حنا بزاف اكثر بحال اللي جلستي معاها هي. حتى لواحد النهار قال لي ياك انا خطيبك وغادي نتزوج بيك، اشنو فيها الا مشيتي سافرتي معايا نجلس انا وياك بوحدنا الراس في الراس وندوزو واحد الوقيت زوين، وانا قريب نسافر باش نبقى ديما نتفكرك. قلت ليه لا راه ما غاديش دارنا، يعني راه والديا ما غيبغيوش، ولو نقدر نقنع ماما، ممكن انني ماما نقنعها، ولكن بابا مستحيل انه يبغي، مستحيل يبغي هادشي. لدرجه انا كاع ما فكرت اني ما فكرتش يعني ما فكرتش انني حتى نقول لبابا ولا نناقش معاه، ولا انا عارفه بابا وعارفه جوابه، راجل محافظ ما كيبغيش. حتى داك الخروج ديالي معاه كان غير كيحشم كيقول راه ولد خالتي وراهم معرفه، اما هو ما عندوش هادشي. المهم غير كانت ماما كتبقى تقولي وصافي راه ولد اختي وانا تايقه فيه، غير خليها تخرج معاه. صافي قلت ليه شوف ولد خالتي هادشي غير حيدو من راسك بلا ما تبقى تفكر فيه، بابا راه ما غاديش يبغي. قال لي صافي نخرجوا غير هنا، نمشيو لشي اوطيل من الصباح حتى الليل ونرجعوا للدار. بقى كل مره كيطلب مني نفس الطلب، كل مره وانا ديما كنرفض. حتى لواحد النهار قال لي شوفي انا راه قريب نمشي قريب نرجع. صراحه بقى فيا ولو هكاك ما بينش ليه. هو يقول لي شوفي انا راه صراحه ندمت لي ما درتش العقد، كان عليا مني جيت ندير العقد ونديروا العرس ديالنا، انا راه ما بقيتش قادر نصبر، اما نديك معايا ولا نخليك هنا، انا راه ما بقيتش قادر نصبر عليك وانتي يعني ما كيناش معايا وما مزوجش بيك. ملي قال لي هاد الهضره بقيت كندور هاد الهضره في راسي وبقى فيا، وانا نقول ليه شوف صافي الا بغيتي نمشي معاك لشي اوطيل نمشي معاك، ولكن راه خاص حتى شي واحد ما يعرف، راه بابا الا عرف هادشي راه غادي يقتلني. قال لي يلا صافي ما تخافيش، وحتى انا راه ما غادي يعني ما غاديش نقول حتى شي واحد اننا كنمشي انا وياك لوطيل. صافي قلت لدارنا انا راه غادي نمشي نتغدى انا وياه، وهما تاقوا فيا. مشيت معاه لوطيل وبقيت معاه النهار كامل. بصراحه في ديك الوقيته ما ندمتش، واخا راني عارفه داكشي اللي درتو راه غلط، لاني تعاملت انا وياه بحال اللي مزوجين. في ديك الوقيته ما فكرتش بعقلي، كانوا غير المشاعر اللي خدامين، لانني كنت تايقه فيه وتايقه فيه انه راه كيبغيني وما غاديش يضحك عليا ويخليني، وكنت عارفه غادي يتزوج بيا. خصوصا ديما هو كان كيقول لي انت راه مراتي وحسبي راسك راني مزوج انا وياك وراك مزوجه بيا وانتي ديالي وحتى شي واحد ما غادي يديك. وبقيت كنمشي انا وياه كل مره لوطيل، يعني ماشي مره ماشي جوج ماشي بقينا كنمشيو حتى جا النهار لانه كان غادي يسافر فيه وتوادعت انا وياه ومشى. جلست تقريبا شي 3 شهور. هو يعني دائما كيعيط ليا في التليفون، ولكن هذاك النهار قال لي شوفي انا ضروري غادي نجي وخصني نجي نشوفك راه توحشتك بزاف، ولكن ما خلاتوش خالتي يجي. قالت لي صافي راه بزاف، واش انت غادي تبقى غادي جاوي يلاه مشيتي دابا 3 شهور، يعني المصاريف راه بزاف، وانت ناوي تجي غير سبت وحد راه بزاف عليك. هو من ورا خالتي قال لها صافي، ولكن موراها عيط لي وقال لي شوفي انا راه وغادي نجي نشوفك، ولكن بيني وبينك حتى حد ما يعرف. فعلا نيت جا سبت والحد ومشيت تلاقيت ليه في المطار، ما قلتهاش لدارنا، لا دارنا لا دارهم. مشينا لواحد لوطيل، كان بقى معاه النهار كامل وكان يقول ماما انا راه غير عند صاحبتي. صافي دوز معايا ديك اليومين ورجع سافر.
مشى فحالو بلا ما يعرف حتى شي واحد انه جا. انا كنت باقا صغيره وما عارفه والو، ما عارفاش بلي انا راه غير كنخربق. المهم بقيت على داك الحال، كنمشي وكنجي الجامعه بحال البنات، وما ضاربه لا حساب حتى شي حاجه، غادا بيا خير، كنضحك كنلعب وما كايناش انا في هذا العالم. حتى لواحد النهار حسيت براسي عيانه بزاف، مشيت لعند الطبيب. كنت شاكه كنقول راه غير المعده، ولكن الصدمه اللي صدمني الطبيب ملي قال لي خاصك ديري التيست ديال الحماله. قال لي راه تقدري تكوني حامله، وفعلا درت التيست ولقيت راسي حامله. عيطت ليه في التليفون وقلت ليه شوف ضروري تجي، ضروري تجي ودير ليا شي حل، صافي راه خاصنا نتزوجوا، وضروري نديروا العرس في اقرب وقت، ونديروا الدخله ونديروا كل شيء باش نقول لهم راني حملت من ورا العرس. قال لي واش انتي كتخربقي؟ راه مستحيل هادشي اللي كتقولي راه ما يمكنش، انا راه خدام، ودابا بالضبط قال لي انا راه ما نقدرش نجي، وهاد العرس كيفاش بالزربه كيفاش غنديروا ليه؟ واش انتي قال لي من نيتك في سيمانه واحده غادي نديروا ضرب صداق وغادي نديروا العرس وغادي، راه ما يمكن. ولو لنفرض نجيو نديروا هادشي كامل، نديروا العرس ونديروا الصداق ونديروا هادشي كلشي مزروب، واش انتي عارفه ان واش انتي في نظرك ان والدينا مكلخين حتى لهاد الدرجه؟ الا تزوجنا بالزربه ودرنا هادشي بالزربه وقلتي لهم راه كنتي حملتي من ورا العرس، واش هادشي هما ما غيعرفوش انك حامله قبل العرس؟ راك غادي غير نشوهوا روسنا وصافي، وغادي يعيقوا بينا، ولو ما عرفتش اشنو غادي ديري غادي يعيقوا بينا. بقيت انا كندور الهضره ديالو في راسي، وكنقول بصح راه الا درنا هادشي راه غادي غير نشوه راسي وراه غادي يعيقوا بينا. قال لي شوفي انتي ضروري انا هاد الحماله خصك ضروري غادي يعني الحل الوحيد اللي غادي ندير معاك انا غطيحي هادشي اللي في كرشك. المهم البنات بقيت كنفكر، فعلا نيت توافقت وقلت ليه صيفط ليا الفلوس، وصيفط ليا الفلوس ومشيت حيدت هادشي اللي في كرشي. ولكن انا ما عارفه والو، هو اللي تكلف بكل شيء، صيفط ليا صاحبو هزني بالطوموبيل ومشى داني حيدت هذاك الشيء اللي في كرشي. من مورا البنات ملي حيدت هذاك الشيء اللي في كرشي مرت بزاف، ودارنا بغاو يديوني للطبيب. كنقول لها ماما غير خليني، انا باغيه غير نجلس وباغيه غير نرتاح، والو غير خليني عليك. من بعد جاني اكتئاب حاد البنات اللي كيجي العيالات يعني اللي كيجي الامهات من بعد الولاده، انا جاني هذاك الاكتئاب وواحد الندامه البنات، ندمت بزاف، وليت كنقول او هاد السيد راه يعني راه كيبغيني، ما يمكنش يضحك عليا، ومن فوق هادشي كامل راه ولد خالتي. ولكن انا راني درت ذنب كبير، وبديت واحد العلاقه اللي هي حرام، وبديتها بالزينه، وخبيت على والديا، ودرت ذنب كبير، قتلت روح، شي حاجه اللي هي المتني بزاف صراحه. مهم داوني مشيت عند طبيب نفساني، ولكن ما عطانيش الدواء. قال ماما وخالتي غير خرجوها تبدل الجو. خالتي كتعيط لولدها كتقول ليه راها مريضه بزاف مسكينه وراها عيانه، وماما كتقول لي يا بنتي هذه راها غير عين وصابتك انت وخطيبك ملي كنتو كتخرجوا وكتمشيو وكتجيو، هي اللي مرضات، كلشي الناس حاضينكم. انا فاش كنت كنسمع هادشي لخالتي وماما كيفاش خايفين عليا وكيفاش كيدويو وكيفاش كيتعاملوا معايا، كنت كنقول يا شوف هما كيفاش كيدويو معايا وانا وخطيبي خلنا الثقه ديالهم. فاش كنت كنهضر معاه في التليفون كنت كنقول ليه بحال هاد الهضره، وصراحه وليت كل طاقه سلبيه، وليت في حال واحد الحاله فيها شنو كتنتظروا من واحد عنده الاكتئاب انه غادي يقول؟ ما كتبقى عنده اصلا حتى شي كلمه زوينه يقولها. وقت ما عيط ليا كنبقى غير نقول ليه حنا ما مزيانينش وحنا قصرنا الروح وولدنا غادي يبقى يجينا يوم القيامه ويقول لنا علاش قتلتوني، اشنو ذنبي، وزيدون كان بامكاننا نتزوجوا. ولا كيقول لي مالك تبدلتي، ما بقيتيش كيف ما كنتي وكتقولي هضره زوينه. ايه راه درنا غلط، داكشي اللي درناه راه ما مزيانش، ولكن كلشي غادي يتقاد، صافي نساي، راه ولو كنا مزوجين وحملتي غادي نطلب منك تحيديه، لان هاد الوقيته ماشي وقيته ديال اننا نكونوا عندنا وليدات صغار. قلت ليه لو كنت مرتك ما غاديش تقول لي طيحيه، وانا ما غاديش نحيله لاني عارفه راه ولد الحلال. صافي طلعت ليه في راسو بكثرة، ما كنبقى غير نهضر بهضره سلبيه. قطعت التليفون، ما بقاش كيعيط لي كل نهار كيعيط، ولكن ماشي بحال اللي كان، ولا قليل.
بقات حتى عرفت خالتي بلي راه ما بقاش كيعيط ليا كيف ما كان، وخالتي دارت فيه، ولكن ما عرفت حتى شي حاجه. رجع كيعيط ليا وطلب مني السماحه وقال لي عافاك بنت خالتي سمحي لي انا اللي تسببت لك في هذا الشيء كامل. ايوا بقيت هكا كنتقاتل حتى مشى الاكتئاب. خرجت من ديك الازمه غير بزز. وصل الوقت ديال العطله اللي كان خصو يجي فيها، ولكن انا كان قلبي مقبوط عليا وكانت فيا واحد الخلعه ما عرفتش علاش. ماشي ما بغاش يجي، ماشي ما عرفتش، ولكن المهم ما عرفتش هادشي اللي كان فيه اشنا هو. وكنت كنقولها ليه كيقول لي ياك ما توحشتينيش، كنقول ليه لا انا راه توحشتك. يمكن هذا الخوف فيا غير كنقول راه غادي يجي وغنعاودو نديرو شي حاجه في الحرام. كيقول لي الله يهديك. قلت ليه شوف راه ما عرفتش، المهم انا راني باغاك تجي، ولكن واخا غادي تجي راه ما غاديش نبقاو نتلاقاو كيف ما كنا، وغادي نجلسوا انا وياك غير في الدار مع عند خالتي وصافي، ولكن ما نبقاوش نمشيو للوطيل وما غنبقاوش نديرو الذنوب. انا راه دوك الذنوب كيمرضوني وكنبقى مريضه. المهم الا جيتي ما غاديش نبقاو نمشيو صافي، ما نبقاوش نمشيو لدوك البلايصكم ديك البلايص. قال لي صافي غادي نبقاو نتلاقاو غير في الدار، صافي غير ارتاح، غير كوني غير انتي مزيان. انا اصلا ناوي نجي غادي نهضر مع ماما، غادي نتقادو امتى غادي نديرو العقد ديالنا، وغادي نرجع في راس العام وغادي نديرو العرس. ولكن والو كان كيهضر معايا انا ما كنتش مرتاحه لديك الهضره. ماشي ما تيقاش فيه، ولكن عندي في الداخل ديالي احساس ديالي في الداخل ديالي خايب. ما كنتش هذاك الاحساس متيقه، كنقول ما عرفتش هذا الاحساس اللي فيا ديالاش. المهم في الاول قال لي راه غادي يجي في الطياره. شويه عيط لي قال لي شوفي راه ولد عمي غادي يجي حتى هو، وغادي نجي انا وياه في الطوموبيل. فعلا داكشي اللي كان. في اخر الشهر عيط ليا قال لي صافي راه ولد عمي غيجي مورايا ان شاء الله وحنا غادي نجيو. قلت ليه صافي ان شاء الله الله يجيبكم على خير. المهم وصلوا لاسبانيا، جاو شدوا الطريق وصلوا لاسبانيا، وقعت لهم واحد الكسيده خايبه بزاف في الطريق. ولد عمو كان ودوه الانعاش، اما خطيبي مات في البلاصه. البنات عرفتو مني وصلتنا الاخبار تصدمنا بزاف. انا ما بكيتش من شده الصدمه، اما خالتي سخفات في البلاصه. من بعد ما وعات براسها بقات غير كتغوت وكتقول لهم ولدي ولدي خصني نشوف ولدي. والو بغيت نشوف ولدي حي ولا ميت، ولدي بغيت نشوفه. انا تصوروا انني ما بكيت ما والو، جاتني واحد الصدمه وما غتجيني البكيه حتى غنشوفه مدفون في القبر. ومشيت باش نزور، عاد حسيت بالبكيه وعاد بكيت، عاد حسيت بيه راه بصح راه مات. عاد هبطوا لي الدموع ديال بصح. صراحه الموت ديالو شي حاجه صعيبه ما صدقناهاش. هاد الهضره اللي غادي نقول لكم ما غادي تقولوا واش هذه ما عندهاش العقل، ولكن راه عمري ما كان كيحسب لي ان الانسان غادي يجي ويموت. كنت كنقول الانسان خصو حتى يكبر وحتى يمرض ولكن راه الاجل ما كنعرفوش امتى. بطبيعه الحال الفراق ديالو جاني صعيب بزاف، ولكن ملي غادي نفيق من الصدمه وغادي نعرف راسي شنو غادي اشنو انا فيه، والحوايج اللي ما كنتش فكرت فيهم ولا ما كنتش عارفه انا من راسي شنو كندير، هي بعد ما دازت عامين عاد فقت من القلبه وعاد عرفت راسي اشنو درت وشنو كنت كندير. ولكن واخا ضرباتني الفيقه وعرفت راسي انني درت شي حوايج اللي غلط وانني خسرت شرفي، ولكن كنت كنقول انا صافي. انا مني خسرته هو ما بقات كتهمني حتى شي حاجه. مني خسرت اعز انسان عندي في حياتي راه ما بقى كيهمني لا شرف ولا حتى شي حاجه. فعلا نيت هما كلشي كملوا حياتهم. خالتي صبرات حتى عيات وكملت حياتها واستمرت، وبنت خالتي جاو فيها الخطاب، يعني حياتهم ولات عاديه. اما انا الوقت اللي خصني نستمر فيه حياتي لقيت راسي فاقده شرفي وبزاف الاغلاط اللي درت. مهم بقيت كنفكر شنو خصني ندير وشنو هو الحل اللي خصني نديرو ويكون يعني غادي يوالمني وغادي نكمل بيه حياتي. الحل اللي لقيت هو انني خصني نقرا مزيان ونخدم ونهز راسي وننسى شي حاجه سميتها الزواج. فعلا كملت قرايتي وخدمت في مدينه اخرى، كريت وسكنت بوحدي. عمري ما نبغي شي حد من غير ولد خالتي، واصلا ما عنديش الحق نفكر في الزواج لاني دايره غلط قد وقداش. دازت الايام وانا ساكنه في ديك البلاصه اللي كنت ساكنه فيها.
تلاقيت واحد السيد من اطيب خلق الله، بحال شي ملاك نزل من السماء. واحد السيد ظريف الله يعمرها دار، وبعقله الف وحده تتمناه. انسان جمعتني به الظروف ديال العمل. المهم هو كان رجل خلوق مربي وقارئ، وكانت عنده الدكتوراه، وهو من عائله محافظه. عرفني على عائلته على طريق اخته. جات دوزات عندي ستاج في الشركه اللي خدامه انا فيها، وهو كان كيجي مره بحكم شي خدمه كتجيبو عندنا الشركه. وجاب اختو دوز هذاك ستاج ووصاني عليها، تهليت فيها وبقيت انا وياها على تواصل. وموراها تعرفت على الام ديالو. المهم تعرفت بهم كاملين، كانت بيناتنا صداقه. كل مره يعني كيسول فيا، حتى لواحد النهار قال لي شوفي انا راه ما عرفتك على عائلتي الا كان عندي هدف، وانا وياك ديما كان بيناتنا الاحترام. ديك الشيء علاش ما عمرني صارحتك، ولكن انا راني حاط عليك العين وباغي. كتعجبيني بنت معقوله، انا راني مراقبك من بعيد، وعرفتك باللي راك داخله سوق راسك من الخدمه للدار، يعني ما عندكش مع الخروج والتفليه بحال البنات الاخرين. ديك الشيء علاش بغيتك. وحتى انتي يعني انسانه زوينه، واختي حتى هي راه شكراتك ليا. ومن خلالك وتربيتك عرفت ان عائلتك غادي يكونوا ناس لا يعمرها الدار. صراحه صدمني بهذا الكلام ديالو. واخا انا فرحت بهذا الشيء، ولكن فرحتي ما كملاتش. ملي كنتفكر الغلط ديالي كنقول شوف الزهر، هاد الانسان الله يعمرها دار، ولكن انا ما نقدرش نتزوج به. رفضته. قال لي اشنو المشكل اللي خلاك ترفضيني؟ قلت لي انا كنت مخطوبه من ولد خالتي، وعاهدت نفسي من موراه ما نتزوج بحتى شي واحد. بدا كيضحك. قال لي واش انتي صغيره ولا مراهقه؟ هاد الهضره ما خصكش تقوليها انتي في هاد العمر. هاد الشيء راه عادي، الموت راه كاينه. وكون ماشي يعني نكون ماشي انتي اللي مات هو، كون متي انتي، راه هو غادي يتزوج وغادي يكمل حياته. ولكن انتي قال لي ما خصكش ديري هادشي، كملي حياتك عادي، وهو راه مات اصلا شحال هادي. وزيدون بنتي ليا راك غير زايده فيه شويه، عطي لراسك فرصه وعيشي حياتك. الا كان سبب رفضك ليا شي حاجه اخرى، انتي قوليها واش انا ما عاجبكش. قلت ليه لا بالعكس ماشي هيك، انت راك عاجبني، يعني ماشي قضيه انك عاجبني ولا ما عاجبنيش. المهم صافي بقينا، وبدات بيناتنا واحد العلاقه اللي غادي توصلنا للخطوبه. وافقت على الخطوبه ديالو، ولكن درت غلط كبير، ما صارحتوش بديك الشيء اللي وقع بيني وبين ولد خالتي. قلت نوافق ونشوف الامور فين غادي توصل. جا الوقت اللي السيد بدا كيهضر معايا في الزواج وخصنا نتفاهموا، ولكن انا كان كيجيني واحد الخوف. فيما كيجبد عليا الزواج كيجيني واحد الخوف، كنحس براسي بانني راني كنافقه. وكنقول هاد العلاقه اللي مبديه بالكذوب ما يمكنش تسالي بشي حاجه اللي هي مزيانه. بقيت صابره حتى لواحد النهار فكرت نصارحه، واللي ليها ما قدرش نبقى مخبيه عليه. قلت ليه شوف انا راه عندي واحد السر في حياتي وراه متقل ليا على قلبي، ضروري خصني نقوله لك، ومن بعد انت اللي غادي تقرر. القرار غادي يبقى ديالك انت، اشنو غادي دير معايا. زعمت عليه لحقاش كان درويش وكان ظريف. قلت ليه شوف انا راني غلطت مع ولد خالتي، وعاودت ليه كل شيء، ديك الشيء اللي وقع، وبلي راه كل شيء كان عارف بلي حنا مخطوبين، ولكن ما كانوش عارفين ان القدر هو اللي غادي يفرقنا. عرفتو ملي قلت ليه هاد الهضره بقى غير ساكت وكيفكر وشاد في راسو. قال لي المشكل هو انك ماشي انك خبيتي عليا، ولكن القضيه انك درتي غلط كبير وغضبتي الله عز وجل وزنيتي، وما حساش انك درتي ذنب، ولكن انت راك درتي ذنب مع الله. خاصك توبي مع الله. انت كنتي خايفه غير مني انا انك غادي تصارحيني، ولكن ما خفتيش من الله. المهم قال لي شوفي كل واحد عنده مواصفات في راسو على شريكة حياته، وانا شريكة حياتي مواصفات اللي حط ليها في راسي خاصها تكون ما عارفه حتى شي واحد في الحرام. لو كان تزوجتي بيه وطلقتي غادي يكون عادي، ولكن انت زنيتي معاه في الحرام. ما غاديش نكذب عليك ونقول لك انا غادي نتزوج بيك، ولكن ولو نقدر انني نتزوج بيك ضروري واحد النهار غادي نشك فيك، وانا غادي نبقى معذب في حياتي، ونقدر نعذبك حتى انتي في حياتك.
ديكشي علاش غادي نساليو هنا، ما غنكملوش هاد العلاقه. فعلا من بعد هاد الكلام تفسخت الخطوبه ديالنا، وبقى فيا الحال بزاف، حين ضيعت واحد الزوج اللي هو كان غادي يكون ناجح، وواحد الزواج ناجح ضيعته من بين يديا. واحد الانسان مزيان وصريح بزاف، وهو اللي طلب مني نتفارقوا. عيطت للوالديه وقلتها ليهم، بقى فيهم الحال، ولكن قالوا لي صافي ما كتابش، ما ديريش في راسك. بقيت هكاك حتى تلاقيت بواحد السيد مزوج ومطلق. صراحه انا اللي تقربت منه، وهو ما زعمش عليا حيت انا كنت زوينه وباقا صغيره، واحسن منه حتى في الخدمه. حسيت به معجب بيا، ولكن حاقر راسو وبزاف، ما كانش يقدر يدوي معايا. كان ديما كيقول لي انتي انسانه زوينه، سعدات اللي غادي يتزوج بك. بالحق انا عارف اللي خصي يتزوج بك خصو يكون من المستوى ديالك. تقربت منه انا وتعرفت عليه، ومني شافني فتحت ليه المجال تقرب مني ودرنا علاقه. من بعد طلب مني الزواج، قال لي انا ما كرهتش نتزوج بشي وحده بحالك، ولكن اذا قبلتي عليا انا راني مزوج ومطلق، و... وانتي راك كبر مني في الخدمه. قلت ليه السن ماشي مشكل، والخدمه واخا انا خدامه احسن منك هادشي راه عادي. المهم وليت كنتنازل على بزاف د الحوايج، لحقاش الغلط اللي درت في حياتي ديما واقف ليا في طريقي. وحتى انا صراحه وليت حاقره راسي، وكنشوف في راسي ما كنصلح لحتى شي واحد اللي ما عنده حتى شي غلط في حياته واللي حياته نقيه. انا ما كنصلحش ليه، خاصني نشوف شي واحد اللي هكا مزوج ومطلق ولا عنده شي غلط في حياته. هذه هي الطريقه اللي غادي تنفعني الا بغيت نتزوج. المهم نهار فاش فتح معايا الموضوع ديال الزواج عاودت ليه كلشي، وانني انا قلت ليه انا ولد خالتي راني كنت تزوجت بولد خالتي وبغيت ندير ضريب صداق، واننا حنا راه دايرين 12 شاهد وهادي ولكن مني بغينا نديرو ضريب صداق راه ولد خالتي توفى، ولكن راه كاينين 12 شاهد. قال لي ماشي مشكل، ولكن انا غير كذبت عليه. انا ما كنت دايره 12 شاهد لا والو، حنا كانت عندنا غير خطوبه، ولكن كذبت باش نضطر انني نتزوج وما نبقاش عايشه بوحدي. قال لي شوفي انا ما عنديش مشكل، وانا غنحطك في بلاصه اختي واذا كانت اختي عندها المشكل راه ما يمكنش خصني نوقف معاها، وما غنبغيش شي واحد قال لي يدير لها هذا الشيء. المهم انا راني غادي نبقى معاك. وكنت فكرت انني غادي نصارح ماما وغادي نعاود ليهم نفس الهضره باش نكونوا كاملين قبل ما يجي يخطبني. المهم مشيت عند ماما وعاودت ليها كلشي، قلت ليها شوفي يا ماما راه اللي وقع لي مع ولد خالتي وها اللي وقع لي وها اللي وقع ليا، ودابا هاد السيد الا جا راه غيجي واحد السيد يخطب فيا قولوا لي اننا راني مزوجه ب 12 شاهد. وراه من بعد ملي بغيت ندير ضرب صداق السيد ولد خالتي راه توفى قبل ما ندير ضرب صداق. وماما صراحه من عاودت لها داكشي ديال ولد خالتي تفاجات وقالت لي هادشي كامل كان واقع لك معاه وما قلتيش ليا وكنتي كاذبه عليا. قلت لها المهم ماما هادشي اللي وقع، دابا داكشي فات ومات. دابا ماما الا كنتي مستعده توقفي معايا وقفي معايا. فعلا السيد جا وقفات معايا ماما ودوات معاه وشرحات ليه الموقف انني كنت مزوجه ب 12 شاهد. فعلا السيد تزوجت بيه ومشيت معاه لدارو، وعاد عرفت علاش السيد مزوج ومطلق. واحد الانسان اللي هو صعيب في الكاركتير ديالو، صعيب 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 بواحد الدرجه ما كتصورش. وقلت ماشي مشكل غادي نصبر معاه. وصلت به للدرجه ولا كيعايرني بداك الشيء اللي عاودت ليه. وسيري نتيا المكلخه، واش باقي شي حد في هذا الوقت يدير بحالك يتزوج بالفاتحه يا المكلخه يا الفاعله ولا لو هادشي ما داخلش ليا راسي. اكيد انتي كنتي دايره شي حاجه مع ولد خالتك ماشي هي هذيك. لا انتي ولا كيشك فيا وما بقاش الثقه بيناتنا. مهم بسبب الغلطه ديالي عشت حياتي في العذاب، عذاب عذاب. كنتمنى حتى وحده ما تطيق. وردوا بالكم البنات. المهم هنا سالات القصه ديالي، وكنتمنى القصه ديالي تكون عبره لكل بنت. ما تثقيش البنت تقولي هذا راه راجلي ولا هذا خطيبي، اما راجلك راه راجلك بالعقد ديال الزواج. ما تثقيش واحد غادي تخطبي معاه وتسلميه نفسك وتضيعي شرفك. فعلا الا كان هو كيبغيك وكنتو ناويين الزواج، ولكن الاقدار كتغير كل شيء. انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. القدر كيغير كل شيء. كاين الموت في الحياه،
ممكن تكوني انت فاهمه انت وهذا الولد ومفاهمين على الزواج وضيعتي شرفك، ولكن شاءت الاقدار انه يموت. شحال من وحده وقعت ليها، شحال من بنت وشحال من ولد. الراجل راه كيبقى راجل ولو تموت ليه خطيبته، ولكن حنا البنات اللي في الهم. الا ضيعتي شرفك ضاعت لك حياتك، وغتولي كتنازلي على بزاف د الحوايج. من بعد ما كنتي رافعه راسك للسما غتهبطيه الارض. ديروا عقلكم البنات، وكنتمنى هذا الشيء الله يحفظ وليداتنا ووليدات المسلمين كاملين وبنات المسلمين كاملين. ردوا بالكم البنات، ردوا بالكم. بسلام عليكم، القصه المجيء ان شاء الله.